كل حاجة بدأت لما الساعة بقت 2:17. في اللحظة دي بالظبط الباب اتقفل لوحده، والقبو اللي تحت بيتنا فتح لأول مرة من 30 سنة. مراتي اختفت جواه، والناس في البلد قالولي مفيش حد بيرجع من تحت. بس أنا نزلت، وأقسم بالله اللي شفته هناك ما كانش بشر. أنا اسمي هاني، 31 سنة، متجوز من 3 سنين وعايش في القاهرة. حياتي كانت ماشية بالعافية والفلوس على القد، لحد ما حصل اللي غير كل حاجة. في يوم صاحب الشغل قال لي في بيت في قرية اسمها النجيلة ناحية الجيزة، هتسكن فيه بدل الإيجار، بس تشوف شغلك معانا هناك في المخزن. بيت واسع، دورين ومفروش وكله على حسابنا. أنا ما صدقت، سافرت أنا ومراتي مروة على طول. البيت كان كبير بس قديم جدا، واقف في آخر شارع ترابي، وورا البيت مباشرة فيه سور حجر، وراه باين إنه مقابر. أنا قلت إحنا جايين نعيش مش ننام وسط الموتى. بس لما فتحت الباب حسيت بهبة برد غريبة، كأن البيت بيشهق. ووش مراتي اتغير فجأة وبصت لي وقالت أنا شفت البيت ده قبل كده في الحلم. في أول أسبوع كانت في حاجات بتحصل، بس إحنا كنا بنقول عادي، صوت طقطقة في السقف، الشباك بيتفتح لوحده، النور بيطفي ويرجع، ولما ننام نحس إن في حد بيتنفس حوالينا. في مرة مروة صحيت بتعيط وقالت لي في ست كبيرة كانت واقفة فوق دماغي، حطت إيدها على بطني وقالت انتي اللي جاية مكانها. في يوم ست كبيرة من الجيران اسمها أم هنية جت تزورنا. أول ما دخلت بصت حوالين البيت وقالت انتوا سكنتوا هنا لوحدكم؟ قلنا لها أيوة. قالت وهي بتهمس البيت ده من أيام نعيمة، كل اللي سكنوا مشي بعد ما فقد حد. أنا سألتها نعيمة مين؟ ردت وقالت نعيمة اللي كانت بتحضر أرواح وكانت بتتجوز الجن وجابت منهم عيال. ضحكت وأنا بقول طيب يا حاجة معلش احنا تعبانة من السفر. بس مروة ما ضحكتش، كانت ساكتة خالص وعينيها مركزة على حاجة ورا الست. في ليلة وأنا نازل أرمي الزبالة قررت أبص ورا سور المقابر. المكان كان ساكت جدا، بس حسيت إن في حد بيتحرك. وفجأة سمعت صوت طفل صغير بيقول بابا. بصيت مفيش حد، بس التراب كان بيتحرك كأنه في حاجة بتتحفر لوحدها. جريت على البيت وأنا قلبي هيقف. مروة صحيت من النوم مفزوعة وقالت لي في حد بيندهلي من الحيطة. خبطت على الحيطة بإيدي لقيتها فاضية، ورنت من جوه كأنها مجوفة. جبت شاكوش وكسرنا حتة، ولقينا جواها كيس قماش قديم فيه دفتر جلد. الدفتر كان مكتوب فيه بخط غريب أنا نعيمة، وكل اللي دخلوا هنا ما خرجوش زي ما دخلوا. الجسد ليكم لكن الروح مش ملكك. الدم بيوقع العهد، والساعة 2:17 هي اللحظة اللي بيتفتح فيها الباب. بعد اللي حصل كل يوم الساعة 2:17 الشقة كلها تهتز، النجفة تتحرك، الإزاز يرن، وريحة بخور قوية تطلع من تحت الأرض. وفي ليلة سمعنا صوت ضحك طفل صغير، ولقينا طفل واقف في أوضة النوم، وشه مش باين بس قال هي اختارتكو وأنا جايلكو، واختفى. رحنا لشيخ اسمه الشيخ صادق معروف في البلد. أول ما دخل البيت وقف عند العتبة وقال البيت ده مش مجرد مسكون، ده معمول فيه عهد. قعد يقرأ قرآن، وفجأة مروة صرخت ووقعت على الأرض وبدأت تتكلم بصوت مش صوتها. أنا مش مروة، أنا نعيمة، كنت هنا قبلكم ولسه ليا مكان فاضي في القبو. الشيخ قال لي لو مشيت دلوقتي هتفضل روحك متعلقة هنا، ولازم نكمل الجلسة بعد المغرب. فتشنا في البيت لقينا باب صغير متقفل تحت السلم، كسرناه ونزلنا لقينا قبو كله شموع سودة وكتابات على الحيطة بالدم، وجثث قطط وكلاب ملفوفة بقماش أبيض. وفي النص كان فيه رسمة نعيمة، نفس الست اللي مروة شافتها فوق دماغها. الشيخ قرر يعمل جلسة طرد، بدأ يقرأ، ومروة كانت مربوطة بترتعش وبتضحك بصوت غريب. بس فجأة الأرض اتشقت حرفيا وطلعت نار، وطلع منها دخان وشخصية سودة طويلة لها قرون. الشيخ صرخ ده مش جن، دي نعيمة بنفسها. النور اتقطع وكل حاجة سكتت. صحيت بعدها وأنا في الشارع، والبيت ورايا ما فيهوش باب أصلا.
دخلت تاني، لا، بس كل يوم الساعة 2:17 التليفون بيرن، ولما برد أسمع صوت مروة: رجعني يا هاني، رجعني قبل ما تكون التاني. بعد اللي حصل في البيت، بعد ما الأرض اتفتحت ومروة اختفت جوه، صحيت وأنا مرمي في نص الشارع، رجلي فيها كدمة، والناس بتبصلي كأنهم شافوا عجنون. لكن الأغرب، البيت اختفى. البيت اللي كنت فيه اختفى، مكانه فاضي زي ما كان قطعة أرض فضاء. بس لما قربت منه حسيت إني بشم ريحة بخور، والساعة في موبايلي كانت واقفة على 2:17. رجعت تاني للقرية، لقيت أم هنية قاعدة قدام بيتها. أول ما شافتني قالت: رجعت تاني؟ رجعت ليه؟ مش كفاية اللي خسرته؟ قلت لها: مراتي جوه القبو وهخرجها. قالت لي: القبو اللي تحت البيت هو مش بس باب، ده فتحة للي ماتوا قبل ما يقولوا اللي كانوا شايلينه، ولو فتحت الباب للآخر هتشوفهم. رجعت بالليل، وقفت قدام الأرض الفاضية، مفيش بيت، لكن لما قربت شفت ظل بيت مرسوم في الضلمة. ظل بيت بس مفيش بناء حقيقي. ولما دخلت جوه الظل حسيت برجلي بتدعس على خشب وريحة تراب مع عفن. ومرة واحدة النور رجع، ولقيت نفسي جوه البيت، نفس البيت القديم، بس المرايات كلها مكسورة والحيطان سودة. سمعت صوتها، مروة، كانت بتندهلي من القبو: هاني، أنا هنا، بس مش لوحدي. فتحت باب القبو، بس بدل منزل القبو هو اللي طلع لي. الأرض بدأت تطلع لفوق، كأن السلم بينزل وأنا ثابت، ووشوش كتير بتبص من الضلمة. وشوش مش كاملة، نص وش، عين واحدة، بق بيتحرك من غير ما ينطق، وكلهم بيقولوا: رجعها لو تقدر. في المقابر اللي ورا البيت حصلت حاجة غريبة. شيال الجثث شاف نعش بيتفتح لوحده، ولما قرب لقى جثة لطفل صغير مبتسم. بس الغريب إنه شاف الجثة تفتح عينها وتقفلها. هرب وهو بيصرخ، والناس بدأت تتكلم. رجعت أيام نعيمة، رجعت للشيخ صادق، حكيت له كل حاجة، فقرر يجي معايا للبيت. أول ما دخل وقف ساكت، ثم قال لي: أنا مش لوحدي دلوقتي، وأنا خايف أكون اتحبست جوه زيك. قلت له: يعني إيه؟ بصلي وقال: أنا مش صادق، أنا كنت صادق، بس دلوقتي فيا اللي أقوى. وشه اتغير، عينيه سودت، وابتدى يتكلم بصوتين في نفس الوقت: بوابة القبو مفتوحة، ونعيمة مش هي الأخطر، دي بس أول واحدة خرجت. سمعت عن ست في القرية القديمة اسمها أم نرجس، كانت زمان بتتحدى نعيمة. رحت لها، لقيتها عايشة في بيت كله معلق فيه خرز أزرق وجلود حيوانات. أول ما شافتني قالت: جيت متأخر، البوابة مفتوحة خلاص. قلت لها: مروة جوه، وناس بتموت، وأنا مش عارف أعمل إيه. قالت: أنت مش مطلوب منك تنقذها، أنت مطلوب منك تكون التالي. بس في فرصة واحدة، تنزل القبو بنفسك وتشوف مين اللي مستنيك. أم نرجس ادتني كيس فيه حاجات، ورقة مكتوب عليها رموز بخور وشريط كاسيت. قالت لي: شغل الشريط الساعة 2:17 بالظبط، وخلي قلبك جامد. لو لقيت مروة اوعى تصدق كل كلمة هتقولها. رجعت البيت، شغلت الشريط. الصوت كان صوت بنت صغيرة بتقول: بابا، افتح الباب، أنا خايفة من اللي جوه. فتحت باب القبو ونزلت. تحت القبو مفيش سلالم، في نفق طويل كله تراب، والحيطان بتنزف. فضلت ماشي لحد ما وصلت الحجرة واسعة فيها 7 شمعات سودة، وفي النص مروة قاعدة مبتسمة. قلت لها: مروة. ردت عليا وقالت: أنا كنت مستنياك، بس دلوقتي دوري خلص، اتفضل مكانك. وفجأة الأرض اتفتحت تحت مني، وطلعت إيدين كتير بتسحبني لتحت. صحيت وأنا مربوط في السرير، بس مش سريري، سرير حديد في أوضة ضلمة، حواليا ناس لابسين أبيض وشهم مش باين، وفي صوت في ودني بيقول: ده مش كابوس، ده عقاب اللي فتح البوابة، واللي دخل ما بيخرجش. فتحت عيني، لسه في نفس السرير الحديد، ولسه حواليا الناس لابسين أبيض ووشوشهم مش باينة، بس في وش واحد كنت شايفه، وش مروة. قلت: مروة، انت عايشة؟ قالت: أنا هنا، بس مش زي ما قلت، مش لوحدي. قربت مني وهمست: في 7 تحتك مستنيين. فجأة دخلت أم نرجس الأوضة، ماشية بعكاز وبتبصلي كأنها شايفاني آخر مرة. قالت لي: كل اللي نزل القبو رجع مختلف، أو ما رجعش خالص.
السبعة كل واحد فيهم مات وهو ظالم، بس اللي صحاهم دلوقتي هو انت. صرخت: انا عملت ايه؟ انا بس كنت بدور على مراتي. ردت: انت اللي فتحت الباب، وانت اللي هتقفله او تموت جواه. اخدتني المكان في وسط المقابر تحت شجرة ميتة. قالت لي: القبو اللي دخلته قبل كده ده كان مجرد نسخة، القبو الحقيقي هنا. بدأت تحفر، ولما فتحنا الأرض طلع سلم حديد نازل في العتمة. قالت لي: اللي هتشوفه تحت مش كله حقيقي، بس الألم هيبقى حقيقي جدا. نزلت. المكان كان واسع، فيه 7 أبواب، وكل باب عليه رسمة. 1 طفل متعلق، 2 ست محروقة، 3 راجل مربوط، 4 عين واحدة بتنزف، 5 قلب مقسوم نصين، 6 لسان مشقوق، 7 نعش مفتوح ومكتوب فوقهم: عشان الباب يتقفل لازم تسمع حكايتهم وتشوف نهايتك فيهم. كل باب فتحته دخلت قصة. 1 الطفل. كان طفل صغير بيتعذب، اتدفن حي ومحدش دافع عنه، ولما شافني قال: انت اتفرجت زيهم. 2 الست المحروقة. ست كانت بتصرخ متربطة والناس حواليها بتحرقها بتهمة السحر، وشها شبه وش مروة. 3 الراجل المربوط. كان مربوط والجن بيلعبوا بجسمه زي الدمية. قال لي: كنت سايب مراتي تعاني وجيت دلوقتي تتشطر. 4 العين الواحدة. مجرد عين في الضلمة بتبصلي طول الوقت، ولما قربت سمعت صوت بيقول: اللي يشوف لازم يدفع تمن المشهد. 5 القلب. شفت قلب بيتقطع بنصل بارد، وفي صورة ليا أنا ومروة جوه القلب. 6 اللسان. كل اللي فيه ناس بتصرخ لكن لسانهم مربوط، وحد قال لي: انت عارف الحقيقة وساكت ليه. 7 النعش. كان فاضي لكن اسمي مكتوب عليه. رجعت للقبو لقيتهم منرجس واقفة مستنياني. قالت لي: كل روح من ال7 محتاجة نهاية، لو عايز تطلع لازم تاخد مكانهم، تختار تموت بدلهم أو تبقى خادمهم للأبد. وسمعت صوت مروة من ورايا: ما تسمع لها، لسه في وقت. بس لما بصيت مروة كانت ماسكة سكينة وبتضحك. فجأة كل حاجة وضحت. أنا مش دخلت القبو أدور على مروة، أنا دخلته علشان أهرب من نفسي. كل واحد من ال7 كان جزء مني: الظلم اللي سكت عليه، الحب اللي ضيعته، الخوف اللي خلاني أجري، الدم اللي سبته يتكب، والسكون اللي فضلت استخبى جواه. أنا اللي فتحت القبو وأنا اللي لازم أقفله. رفعت السكينة وبصيت لمروة، قلت لها: لو انت فعلا مروة سامحيني. وغرست السكينة في صدري. ال7 اختفوا، الصراخ سكت، والقبو ابتدى يقفل. ما بعد النهاية. في جريدة محلية اتكتب الخبر: تم العثور على جثة شاب داخل سرداب قديم تحت المقابر في قرية النجيلة، بجواره دفتر جلدي مكتوب فيه: أنا اللي فتحت وأنا اللي قفلت، سامحيني يا مروة.